Uh, good evening. How are you doing? I hope you're doing well. هنتكلم بالعربي عشان الكل يفهم. النهارده في اللايف هنتكلم عن هل الجرامر مهم ولا مش مهم، عشان فعلا في ناس كتير اخر فتره اتكلمت عن الموضوع ده، وناس كتير بتدي طرق غلط او كلام غلط عن ان الجرامر ملوش لازمه والكلام ده. فهنعرف دلوقتي هل هو مهم او مش مهم وليه برضو. بس just about 5 minutes and we will be starting. طبعا اي كلام هقوله في اللايف ده، هو مش عارف الاضاءه مش مظبوطه ولا ايه. اي كلام هقوله في اللايف ده هيكون هجيب لكم دراسات معموله عليه وكلام من مصادر موثوقه، مش كلام بقوله انا من نفسي يعني. بس حد بس ياكد لي في الكومنتس كده لو الصوت كويس. اكدوا لي بس في الكومنتات لو الصوت كويس ولا في مشكله. تمام كويس. تمام، ممكن 3 دقايق كده ونبدأ على طول يعني، مش هنطول، وكده كده اللايف هيكون موجود على الاكونت بحيث اللي مش موجود دلوقتي يشوفه بعدين. بس to watch my video. اوكي طيب، بعد ما نخلص لو حد عاوز يخش مفيش مشكلة، it's okay. وبرضه لو حد عنده اي اسئلة في الانجليش قولوا لي في الكومنتات. اوكي let's get started. هو عامة احنا في اللايف ده حابين نتكلم عن ايه؟ عن الجرامر هل هو مهم ولا مش مهم، وليه اصلا هو مهم او ليه مش مهم عامة. في اخر فترة بصراحة بقى بيقابلني فيديوز كتير لانجلش تيتشرز بيتكلموا عن ان الجرامر ملوش لازمة ومش هيفيدك باي حاجة والكلام ده وبلا بلا بلا ايا كان. فعاوزين نوضح بس الجزء ده في اللايف النهاردة. الجرامر عامة هو ايه لازمته او ايه فايدته عامة. الكلام ده طبعا مش هقوله من نفسي، انا طبعا عارفه يعني، بس قصدي هقول لكم كل الكلام اللي هقوله هجيب لكم دراسات اتعملت عليه ومن مصادر موثوقه او رسميه او عالميه عامه زي بريتش كونسل او غيره. بس الجرامر عامه ايه لازمته؟ اول حاجه هو الجرامر عامه انا بستخدمه عشان اقدر افهم الكلام، عشان افهم الكلام واقدر اتكلم. انا دلوقتي عندي مثلا لغه بتعلمها من الاول للاخر. طيب عشان اعرف افهم اللغه دي ما لازم اعرف هم بيتكلموا ازاي. فهم بيتكلموا ازاي دي اسمها جرامر، انا بعرف هما بيتكلموا ازاي. لو انا جيت قلت في ناس بتقول مثلا الطريقه الصح ان انا هبدا اعمل شادوينج، اللي هو هسمع الناس بتعمل ايه واقرر زيها. كل الحاجات دي طرق واجزاء من تعلم الانجليزي، بس مفيش جزء منها ينفع تاخده وتسيب جزء. الجرامر جزء اساسي. لو انا جيت مثلا افترضت ان انا هعمل زي ما انت بتقول، جبت مقطع قدامي او النيتيف سبيكرز بيتكلموا، اللي هم المتحدثين الاصليين للغه بيتكلموا انجليزي قدامي وانا عمال بقلدهم. طب ما انا كده انا سمعت منه، افتراض مثلا ان انا سمعت منه 100 جمله، فانا حفظت ال 100 جمله، بافتراض ان انا قدرت احفظهم طبعا. حفظت ال 100 جمله، مش هقدر اتكلم حاجه بره كده. انا مثلا دلوقتي عرفت ان انا شفت فيديوز عن ناس بتتكلم عن قد ايه السفر كويس والكلام ده كله، فانا عرفت حاجات كتير وجمل كتير وحفظتها، بافتراض ان انت هتقدر تحفظها يعني، وان ده اسهل بكتير من انك تعرف جرامر وتفهمه. فدلوقتي هتيجي تتكلم بقى مش هتعرف تتكلم برضو، لان انت حافظ الجمل.
بس ما تعرفش ازاي انت قلتها. يعني انا تخيل ان انا بقول جمله وانا مش عارف انا قلتها ليه ومش عارف قلتها ازاي. فهو ده الجزء بتاع الجرامر، ان انت بتعرف اصلا ازاي انت قلت الجمله دي وبتقول ايه الطريقه اللي تقول بيها. تمام. اما بقى جزء الشادوين، ان انت تسمع حد وتكرر، هو ده مفيد في حاله واحده، مفيد في ناحيه الاكسنت. هو بيطور الاكسنت بتاعتك جدا جدا، بس ده جزء من اللغه مش ككل. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه، الجرامر بيساعدك بشكل اساسي ان انت تفهم الكلام اللي مكتوب قدامك، سواء قراءه او كلام اللي الشخص بيقوله لك. بافتراض مثلا ان انت عارف كلمات كتير وعارف كل الحاجات دي بس ما تعرفش جرامر، هيجي حد يقول لك I'm going to Cairo مثلا، I'm going to Cairo. طيب انت عرفت دلوقتي هل هو رايح دلوقتي القاهرة ولا راح ولا لسه هيروح ولا ايه بالظبط؟ ما عرفتش طبعا لان انت ما تعرفش جرامر، بس انت عارف ان جوه معناه هيروح وعارف كايرو، فالكلمات حافظها، بس الجرامر مش عارف عنه حاجة. فبالتالي انت فهمت هو الجملة عامة، فهمت كل كلمة لوحدها، بس تركيبتها على بعض انت ما فهمتش اي حاجة. تمام. فواضح الجزء ده. طيب بافتراض ان انت دلوقتي اعتمدت بشكل كلي على ان انت تسمع الناس السكان الاصليين، تسمع هما بيتكلموا وتكرر زيهم وخلاص. طيب سمعت مثلا ان في حد بيقول مثلا بيقول في الفيديو اللي انت شفته او ايا كان اللي انت سمعته بيقول I was driving my car مثلا، I was driving my car. جه حد تاني، انت طبعا حفظت الجملة وعارف معناها وكل الحاجات دي، جه حد تاني قام قايل لك I was eating food. تمام. انت فهمت اول جملة، تمام، بس تاني جملة انت ما فهمتهاش لانك ما سمعتهاش قبل كده. لكن لو انت خدت الجرامر نفسه بتاع was و ing فانت فهمت هو عايز يقول ايه. تمام. فده كل الموضوع. طيب الدراسات بقى اللي اتعملت او الحاجات اللي موجودة بتثبت ان الجرامر مهم واساسي في اللغة. قبل ما نخش على ده، عاوز اقول لكم حاجة. دلوقتي انت بتتعلم انجليزي ليه؟ بافتراض ان انت خلاص دلوقتي خلصت، انت بتتعلم دلوقتي عشان المنهج، مثلا لو انت في اعدادي او ابتدائي او ثانوي او ايا كان لسه في المدرسه دلوقتي، فانت عندك ماده في المدرسه اسمها انجلش، فانت دلوقتي بتتعلم انجلش عشان المنهج. طيب بافتراض انت كعموم بتتعلم اللغه كلغه ليه؟ عشان تشتغل بيها، صح؟ عشان بعد ما تيجي مثلا افترض ان انت هتخش الكليه، فانت دلوقتي محتاج اللغه بشكل اساسي لان الكليه كلها اصلا بالانجلش. بافتراض مثلا هندسه، طب، صيدله، حاسبات ومعلومات، ايا كان، معظم الكليات العاليه دلوقتي انجلش. فانت بتتعلم انجليزي عشان كده. تاني سبب للسفر. تالت سبب شغل. وسفر انت مش بتسافر عشان تسافر وخلاص، انت بتسافر عشان تشتغل، فانت هتشتغل برضو بالانجليزي بتاعك. طيب الانجليزي بتاعك بقى لما تيجي تشتغل بيه محتاج ايه؟ هتعمل اختبار. طيب الاختبار ده بيعرف ايه بقى؟ الاختبار دي فيه 4 حاجات. اول حاجه writing، تاني حاجه speaking، تالت حاجه listening، تالت حاجه listening، ورابع حاجه reading. تمام. فانت عندك writing، تكتب باراجراف، تكتب ايميل، تكتب ايساي، تكتب كل الحاجات دي. كل الحاجات دي مرتبطه بشكل اساسي ان انت بتعرف تكتبهم. وتاني حاجه الجرامر وحاجات كتير تانية. تمام. طيب الريدنج برضو ان انت بتعرف تقرا الحاجه اللي قدامك، هتعرف تقراها وتفهمها، مش ان انت تقرا وخلاص. فكل ده مرتبط بالجرامر. طيب سبيكن اللي انت تتكلم او المحادثه، وده بشكل اساسي. بس بافتراض ان هو مش كده، انا عايز اوضح حاجه بس، ان انت لما تيجي تتكلم او لما تيجي تقدم على شغل او انت محتاج الانجليزي عشان تشتغل، فانت مش مطالب بجزء واحد بس، ان انت مثلا يبقى الاكسنت بتاعتك حلوه فانت دلوقتي نطقك كويس فخلاص كفايه كده. لا طبعا، انت هيتعمل لك اختبار وهتروح الانترفيو فهيشوف كل ده. غير الانترفيو انت في شهادات دوليه بتاخدها عشان تعرف تسافر، عشان تعرف تشتغل في مكان كويس. فانت محتاج بشكل اساسي كل جانب من جوانب اللغه، كل جانب منهم مهم، سواء الجانب ده رايتنج اللي هو كتابه او قراءه او جرامر او اكسنت، كل حاجه. تمام. فانت بتاخدهم كلهم على بعض، ما ينفعش تاخد جزء وتسيب جزء. ما ينفعش تقول لي انا دلوقتي هعمل شادوينج احسن الاكسنت بتاعتي حلوه قوي بس انا ما اعرفش حاجه في الجرامر. ما ينفعش اقول انا هاخد دلوقتي الجرامر واسيب الاكسنت. ما ينفعش مثلا اقول انا حافظ كلمات كتير جدا بس مش عارف اكون جمله مع بعض. هو ده مش منطقي. ازاي بقى هتقول على نفسك او هتقرر او حد هيقرر ان انت بتقدر تتكلم انجلش او مستواك في الانجليزي كويس وانت واخد جزء وسايب جزء؟ ما هو ده مش انجليزي، ده نص انجليزي. فاهم؟ فدي الفكرة.
فكل جزء من اجزاء اللغه مهم جدا ولازم تركز عليهم في نفس الوقت، حتى لو انت دلوقتي طالب في المدرسه مش مطالب قوي بكل الحاجات دي، بس دي بتفرق جدا وبتسهل عليك المنهج، وفي نفس الوقت الموضوع بسيط مش محتاج يعني مجهود كبير قوي عشان تتعلم انجليزي وتكون فاهمه ومتقن ليه بس. فده كل الموضوع. طيب نشوف الدراسات هوريها لكم دلوقتي على اللابتوب، وبعدين هقول لكم هي بتقول ايه او معناها ايه. ثانيه واحده. مش عارف اطلع الموبايل. اوكي here is it. تمام. دي اول حاجه معانا. الدراسه دي اسمها the conceptual importance of grammar knowledge related relationships for grammar teaching. related ايا كان دي اسمها. طيب مين اللي كتب دي؟ حد اسمه جيمي وحد اسمه بيتر، ايا كان يعني، المهم ان دي حاجه رسميه او حاجه من مصدر موثوق. تمام. طيب دي بتتكلم عن ايه؟ هنقراها او هقول لكم معناها في الاول بالظبط يعني. اول حاجه ان انا فايده الجرامر عامه في اللغه وكده، ان انا ثواني انا مش هعرف كده. تمام. اول حاجه عامه فهم اللغه كنظام، ان انا بفهم طريقه صياغه الكلام. يعني مثلا لو حد قال لي جمله كامله او بيتكلم اصلا كلام طويل وكتير، فانا بفهم اللغه كنظام، التركيب بتاعها عامل ازاي، هو قال ده ليه وقاله فين ويقصد بيه ايه. يقصد بيه ايه دي عمرك ما هتعرف تعملها بمعنى الكلمات لوحده. تمام. الجرامر مأثر بشكل اساسي على ده وحاجه اساسيه يعني. غير ان اصلا في حاجات مثلا في الجرامر ما بتعرفهاش، ما لهاش معنى بس ليها وظيفه. زي مثلا في كل الازمنه انا بستخدم فعل مساعد، الفعل المساعد لوحده ملوش اي معنى، ملوش معنى يديهوني في الجمله عامه، بس ليه وظيفه ان هو بيعرفني انا بتكلم في اي زمن. هل بتكلم عن حاجه بتحصل دلوقتي، ولا حاجه حصلت ولا لسه هتحصل، ولا لحد دلوقتي، ولا ايه بالظبط. فدي اول حاجه. طيب بعد كده ثواني نقرا. تاني حاجة في الدراسة دي بيتكلم عن ازاي ده بيأثر على الدماغ، ان هو لما انا افهم طريقة صياغة الكلام ده يخليني افهم الكلام بشكل اعمق، ويخليني متعمق فيه وفهمه عامة، وفاهم هو عاوز يقول ايه من الكلام يعني. بعد كده تطوير التفكير النقدي. تمام. ده عامة بيكون بيزودنا بنماذج او مفاهيم عن اللغة بتساعدنا نفكر بعقل، مش ان احنا نكرر وخلاص. فده اللي بيفيده او فايدة عامة الجرامر. تمام. ده في اول دراسة. تاني دراسة دي اسم الدراسة Relative Rules of Grammar Knowledge and Vocabulary in the Reading Comprehension of EFL. دي برضو دراسة اتعملت، الهدف منها ان احنا نعرف ازاي بتأثر الجرامر والمصطلحات او الكلمات على اللغة عامة او على كل حد. تمام. كل حاجة منهم لوحدها ليها تأثيرها. بتتكلم عن ايه او معناها ايه او بتقول لنا ايه يعني. فمعناها بكل بساطة يعني ان انا لو عايز اخلي الطالب يفهم كويس في القراءة، كل اللي بعمله ان انا الاول لازم اقوي عنده كلمات جديدة، وبعد كده بيكون بشتغل على الجرامر، لان الجرامر هو بيبني وعي لغوي، فبيخليني وانا بقرا قادر اقرا كويس وقادر افهم هو قصده ايه من الحاجات اللي بيقولها او الحاجات اللي مكتوبه في اللي بقراه ده. تمام. فدي تاني حاجه. وطبعا زي ما قلنا قبل كده ان هو بيساعد الناس تفهم، الطلاب يفهموا بشكل اعمق يعني. تالت حاجه كان دراسه من بريتش كونسل. هي مش دراسه، هو في الكورس الجرامر بتاعهم بيقولوا ليه الجرامر مهم والكلام ده. فهو عامه بيقسم الجرامر عامه عنده في الموقع وكده، بس عامه الدراسه بتقول ايه والكلام اللي هم كاتبينه عن اهميه الجرامر. هو عامه بيساعد ان انا ارتب الكلام بطريقه مفهومه. زي مثلا جمله بتقول he plays football، لو انا قلتها he play football فهي كده غلط grammatical. طيب في ناس برضو بتعمل طيب هنكمل ده وبعدين هقول. تاني حاجه بيقولوا ان هي بتساعد الطالب ان هو يتواصل بدقه. يعني الجرامر بيساعد ان انا اوصل المعنى اللي انا اقصده بالظبط.
مش حاجه مثلا تتفهم غلط او غيره. تاني حاجه ان انا افهم تالت حاجه ان انا افهم الناس والناس تفهمني. فلو انا بتكلم او بكتب من غير جرامر المعنى بيبوظ. زي ما حد مثلا بيقول انا ثواني اوكي، زي مثلا ان احنا بنقول بالعربي ايه، انا روح بكره امبارح. هل كده انت فهمت مني اي حاجه؟ مش فاهم، انا مش فاهم انت عاوز ايه. فدي الكلام هنا صح بس الجرامر ملخبط، انا مش عارف هو بيقول ايه ورايح فين وجاي منين وامتى وازاي. فدي فكره الجرامر بقى بيخش او وظيفته عامه ان هو يرتب الجمله ويخلي معناها واضح، فاقدر اقول اللي انا عاوزه بالظبط يعني. بس فدي تالت حاجة. بعد كده هو مفيد في كل المهارات مش بس القراءة، مفيد في الكتابة ان انا اقدر اكتب باراجراف او ايساي او ايميل او ايا كان الحاجة اللي هكتبها، فلازم اكتبها بالجرامر صح. مفيد في الاستماع ان انا افهم الكلام اسرع. مفيد في المحادثة او التحدث في ان انا هتكلم بثقة وبكلام واضح او بطريقة واضحة بحيث ان اللي بكلمه يفهمني بطريقة صح. بس فدي بالنسبة لبريتش كونسل. وبس دي الدراسات يعني اللي موجودة. طيب في ناس بقى بتقول ايه، بتقول الامريكانز او البريتش بيبل ما بيستخدموش الجرامر او بيقولوا جرامر غلط او ايا كان، بافتراض ان الكلام ده صح، مع انه مش صح 100%. هو صح بس مش 100%، يعني في جزء صح وجزء غلط. بس بافتراض ان ده صح، وافتراض ان كل الشعب بيقول الجرامر غلط وما بيهتمش بالجرامر وبيكتب او بيتكلم عامه بطريقه ما لهاش علاقه بالجرامر خالص، افتراض ان هم كده فعلا. فانت دلوقتي مهما حصل ومهما كانت الطريقه، لو انت جيت تكلم حد مثلا موظف مثلا في خدمه عملاء في امريكا او بريطانيا، عمرك ما هتلاقيه بيتكلم بجرامر غلط، بالعكس هتلاقيه بيتكلم بجرامر صح وهتلاقيه بيتكلم بطريقه رسميه. طيب انت دلوقتي عاوز تتعلم انجليزي عشان تشتغل ولا عشان تلعب بيه؟ ما اكيد عشان يفيدك في الشغل وعشان كل الحاجات دي. طيب هل هينفع بقى ان انت تكون بقى بتشتغل في مكان مش طبعا مش خدمه عملاء بس، اي مكان عامه هيحتاج ان انت تشتغل بالانجليزي بتاعك، فهتكون لازم الجرامر صح، لازم تتكلم بطريقه رسميه او غيره يعني على حسب المكان. بس طبعا زي ما في العربي مثلا احنا في طريقه كلام للشارع، مثلا ممكن ناس بتقول ايه، يتكلم مع واحد صاحبه فيقول له يا اسطى، يقول له قشطه. الكلام ده طبعا بنقوله في الشارع مثلا او في ناس صحاب بيقولوهم مع بعض، بس لما يجي يشتغل في مكان محتاج منه ان هو يتكلم بالعربي زي مثلا خدمة عملاء زي الحاجات دي، عمره ما هيقول الكلام ده، عمره. وممكن لو قال الكلام ده يكون سبب ان هو يمشي من الشغل مثلا. فما ينفعش تيجي تقول لي ان انت دلوقتي محتاج ان انت تشتغل بالانجليزي بتاعك، فتقول لي الامريكانز اصلا ما بيتكلموش وما بيستخدموش، وتيجي تقول سلانج والحاجات دي. طبعا الايديومز مثلا او الكلام الشعبي احنا بنعرفه بنكون عارفينه عشان نفهمهم او عشان نتكلم معاهم برضو، بس لما تيجي تشتغل بقى مش هتيجي تستخدم مثلا لغة الشارع او الحاجات دي، وعمرك ما هتتكلم بجرامر غلط لو الشارع بيتكلم بجرامر غلط. ففي فرق بين الاتنين بس. فده كل الموضوع. فمش معنى ان الامريكانز او بعض الامريكانز او في الطبيعي ما بيهتموش بالجرامر وما بيفرقهمش الجرامر والكلام ده، يبقى انت لما تيجي تشتغل بالانجليزي بتاعك هتقول الجرامر مش مهم. لا، اساسي. وكل جزء انا اتكلمت عن الجرامر عشان شفت فيديوهات كتير قوي بتتكلم عن الجرامر مش مهم، فحبيت اوضح ده. لكن نفس الكلام ينطبق على كل جزء في اللغة، سواء قراءة سواء كتابة سواء تحدث سواء استماع سواء كل دول كلهم مهمين. ما تجيش تقول لي مثلا انا عاوزه عشان اشتغل وعشان مش عارف ايه فمش مهم الكتابة. لا، مهم الكتابة، لان انت لما تيجي تشتغل مش هتشتغل من غير ما تعمل اختبار زي ايلتس او تويفل. والاختبارات دي عمرك ما هتعدي فيها لو انت الكتابة بتاعتك مش كويسة. مش فكرة هتعدي ومش هتعدي، هو طبعا بيكون سكور بس السكور بتاعك هيكون قليل لو انت الكتابة بتاعتك قليلة او مش مظبوطة. فبالتالي ما ينفعش تيجي تقول لي انا هركز على جزء واسيب جزء. ممكن انت تعمل كده لو انت شايف ان في جزء عندك انت ضعيف فيه فمحتاج تقويه اكتر، فوقتها هتركز على الجزء ده. لكن مش ان انت عاوز تتعلم جزء من اللغة والجزء التاني ما تتعلموش خالص، مفيش حاجة اسمها كده. واي حد يقول لك كده فده طبعا بيقول كلام مش صح، سواء هو قاصد يضللك ويقول لك كلام مش صح عشان مثلا مصلحته او غيره، او هو اصلا مش فاهم. ففي الحالتين مفيش حاجة اسمها كده. وبس. اللايف خلص او الحاجات اللي انا عاوز اقولها. لو اي حد عنده سؤال في الكومنتات ممكن يسيبه، وبس 5 دقايق وهقفل او اقل.
لو مفيش اي اسئله يعني. اوكي، لو حد عنده اي اسئله قولوا لي في الكومنتات قبل ما اقفل، عشان 5 دقايق وهقفل يعني، مش هطول. اوكي. Goodbye and see you then.